السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بيكم. معاكم دينا مصطفى من قناة دايت أونلاين، وهي مهتمة بالأكل الصحي والكل اللي حابين يحققوا حلم الرشاقة. تعالوا نشوف هنعمل مع بعض ايه النهاردة. هنعمل البانيه بالشوفان بطريقة سهلة وبسيطة وصحية وهيطلع تحفة. تعالوا نشوف المكونات معايا ايه وبدون زيت او زبدة او اي حاجة. معايا بانيه شرائح من الدجاج بالشكل ده كده، غسلاها كويس بخل وملح وليمون. تمام. معايا البهارات بتاعتي، ربع معلقة صغيرة من الفلفل الأسمر، وربع معلقة صغيرة من الملح، ربع معلقة صغيرة من الجنزبيل البودر، ربع معلقة من البصل البودر والثوم البودر، وربع معلقة من الكركم، ومعايا 1 بيضة، ومعلقة من المستردة، ومعايا شوفان مطحون. الشوفان حبة كاملة محمصاه في الفرن او في البوتاجاز زي ما انتي محبة، وطحنته في مطحنة الخلاط. ومعايا شوفان حبة كاملة، ومعايا حوالي ربع كوباية من المية، ومعايا صينية ورقة زبدة او صاج وورقة زبدة، وممكن تعمليه على البوتاجاز برضو عادي. انا قلت اعمله معاكم في الفرن. تعالوا بقى نشوف المكونات هنعمل ايه. هحط البهارات بتاعتي كده كلها، بسم الله الرحمن الرحيم. تمام. واحط البيضة. تمام. هاخد معلقة من المستردة. المستردة يا جماعة بتدي نكهة جميلة جدا. معلقة، بصوا، نص معلقة حتى اهي. تمام. هقلب بقى المكونات بتاعتي دي كويس جدا، بس المستردة بتاعتنا. تمام. هقلب بقى المكونات كده كويس جدا. عايزة تسيبيها في التلاجة نص ساعة ساعة تتبل اكتر، تمام، لكن هشتغل معاكم بيها عادي. المستردة هتفكلي انسجة الدجاج بتاعنا وتخليه معايا كويس. معايا بقى شوفان مطحون وشوفان حبة كاملة، ومعايا صينية مش دهناها اي حاجة بورق زبدة. تمام. هاخد كده من البيض بالشوفان، هحط في الشوفان المطحون واقلبه كده كويس. تمام. وارجع احطه تاني عشان يطلع معاكي كريسبي والطبقة بتاعته محملة. عايزة تستكفي بالشوفان مرة واحدة بس، تمام، تاخدي من البيضة على الشوفان. تمام. طبقة كده في الصاج زي ما قلت لكم، صينية مش دهنها اي حاجة، حطيت فيها ورق زبدة عشان ما تلزقش. هخلص باقي الكمية وارجع لكم تاني. ورجعت لكم، وده شكل البانيه بتاعنا بعد ما حطيته في البيض، وبعد البيض في الشوفان المطحون، وبتاني حطيته في البيض وبعدين حطيته في الشوفان الحبه الكامله. ومعايا زي ما قلت لكم ربع كوبايه من الميه، هاخد منها كده وايه واحط على الفراخ واحط على البانيه بتاعنا. جربوا يا جماعه البانيه بالطريقه دي، هيعجبكم جدا. انا مش حاطه زيوت ولا اي حاجه، وهنشوف دلوقتي شكله هيطلع عامل ازاي. طب ايه لازمة المية؟ المية هتخلي الكفر بتاعنا يمسك اكتر مع البيض والخلطة والتتبيلة اللي احنا عملناها، هتديكي نتيجة روعة. تمام. انا كده خلاص، كده كله حطيت فيه مية اهو. هحطه بقى في فرن يكون سخن على درجة حرارة 180. انا هحطه بقى في فرن البوتاجاز على درجة حرارة عالية، وبعدين هوطي النار. مش هياخد معاكي ربع ساعة بالظبط. تمام. بالمناسبة انا هشغل عليه البوتاجاز من تحت، بس هو هياخد لون من كل حاجة. عوزتي تشغلي الشواية في اخر 3 دقايق او حاجة، تمام، هشوف هيحتاج ايه وهقول لكم. هحطه بقى في الفرن وارجع لكم تاني.
ورجعت لكم تاني حبايب قلبي، وده شكل البانيه بتاعنا. شايفين شكل تحفة، ومش حاطين فيه زيت ولا زبدة ولا اي حاجة، واخد لون جميل. وسويته في فرن البوتاجاز زي ما احنا شايفين، النتيجة روعة. اتمنى ان انتوا تجربوه وتقولوا لي رأيكم ايه. وقدمته مع برغل وجرجير، وكابوتشا وخيار وطماطم. البرغل هنزل لكم اللينك بتاعه، حلو وصحي ومفيد، وعاملاه بالخضار، حاطه فيه بسله وبصل وطماطم، وهنزل لكم اللينك بتاعه. اتمنى ان انتوا تجربوا البانيه بالشوفان. اتمنى ان هو يكون عجبكم. وقولي لي رايكم ايه، عشان رايكم بيهمني. وشكرا على كومنتاتكم الجميله، ربنا يخليكم. عايزه اقول لكم ان الوجبه دي السعرات الحراريه بتاعتها حوالي 350 سعر حراري. اشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.